السلام عليكم شباب، رمضان كريم عليكم مقدما. اليوم الحلقة راح اتحدث فيها عن شهر رمضان المبارك. رمضان بالعراق، رمضان شهر الفرج مو الفرجة، شهر الطاعات مو الطلعات، شهر الفتوحات مو الفتحات، شهر الصبر مو الهبر. فلازم من هاللحظة نطبق قوانين رمضان. خلونا نجي على البنات بشهر رمضان. البنات بمواقع التواصل الاجتماعي من يجي رمضان تشوفن كلهم مخليه صور بنات محجبات، يعني مثل هيجي ومثل هيجي ومثل هيجي، كافي. فانت من تشوف البنات بخليات هيك صور قول اجا رمضان. لو مخليه صورة بنية لازمة قرآن على اساس هي متدينة، والدين يخر من عيونها، والخشوع وتبوع على صورتها الشخصية تقول ايباه والله متدينة هاي البنية. ومن تفطر وتكمل تخلي صورة اليسا، لو تخلي صورة بنية كورية. ترى انتي مفتهمة رمضان غلط. ليش هو ورا الفطور رمضان يخلص؟ لا، اكو ناس برمضان صايمين بس مو صيام كامل. يعني شلون؟ انا اقول لك شلون. يعني صايم ومقضيها بالبيت بس نايم ويتمضحك ويغلط على اخوته وتجيب الريمونت وودي الريمونت، وين الريمونت؟ المسلسل طلع. ومستلم خواته انت تيت وانت تيت وانت تيت. تيت يعني غلطة، ما اقدر اغلط. وبس يغلط على اخوته وخواته. حبيبي ترى انت بهاي الحالة فطرت، لان الصيام مو بس عن الاكل، الصيام تصوم عن الالفاظ المحلوة. يعني لسانك هم يصوم، حتى عينك هم لازم تصوم عن البنات شوية. مو والله صايم لي وطالع لي بالشارع الصكن بنات. وخلى ازيدك من الشعر بيت، اذا صايم وما تصلي فصيامك كله بالشط ولا ينحسب لك. حبيبي يعني لا تصوم منها هسه، اقول لك احسن لك اذا ما تصلي، اذا ما تصلي لا تصوم منها هسه، وبعدين خذها بالعقل. شلون الله يتقبل صيام من غير صلاة؟ حبيبي رمضان شهر الغفران، يعني المفروض تصوم وتصلي وتبتعد عن السيئات ولو بس بهذا الشهر المبارك، وتقرأ قرآن مو بس نايم. خلي أعطيكم نظام رمضاني صحيح 100% وراح يفيدكم. أتمنى كلكم تمشون على هذا الجدول. أول شيء طريقة النوم مالتك. لما تنام لا تنام من وقت، يعني افطر وكمل وظل سهران للسحور. تسحر وصلي ولفراسك ونام. يعني لا تنام من وقت ساعة بالتسعة وبالعشرة، لا ظل سهران للسحور وبعدين يلا نام. بهاي الحالة من راح تنام؟ راح تقعد ساعة 12 الصبح او ساعة بالوحدة الظهر، وبهاي الحالة اليوم تقريبا خلص وما بقت ايش كم ساعة على الفطور، وانت نايم ما حسيت لا بالجوع ولا بالعطش. وهذا الجدول راح يفيدك على التحمل اكثر اذا ما كنت تتحمل الجوع او العطش. المهم تقعد ساعة 12 الظهر تصلي صلاة الظهر والعصر وتقرأ لك قرآن شوية صفحتين، راح تحس نفسك مرتاح متونس مخلص ومصلي وقارئ قرآن. وبعدين شو تسوي عيني؟ تتفرج على المسلسلات، هم تشوف لك فد مسلسل مسلسلتين حلوة، وهم يخلص اليوم بسرعة وتخلص الهلش كم ساعة وتفطر وانت مرتاح. اكو ناس بالسحور تظل تشرب هواي مي، تظل تشرب تشربع عبالة ما راح تعطش. هو انت فاكر لما حتشرب مية كتير على السحور مش حتعطش؟ تبقى غلطان. الانسان برمضان يعطش بسبب ارتفاع درجات الحرارة، خصوصا الحرارة بالعراق تموت اكبر واحد. عندي لكم حل يخفف من العطش مالتكم. بالسحور لا تاكل ملح، لان الملح يخليك تحتاج الى ماء اكثر. خفف من الملح واشرب بالسحور عصير تمر هند. شراب التمر هند يمنع العطش. هسه تعالوا نشوف شنو فوائد الصيام. اكو واحد فكر بيكم وقال احنا ليش بدنا نصوم؟ او ليش الله خلانا نصوم وخلى شهر واحد بالسنة لازم الانسان يصومه؟ فاليوم اجى يهودي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له ليش الله خلاكم تصومون 30 يوم؟ فجواب الرسول قال له ان ادم عندما اكل من الشجرة ظل في معدته 30 يوم، فالله فرض على ذرية ادم ان يصوموا 30 يوم بالسنة. كان يقول الرسول هاي الآية الكريمة. فسأل اليهودي سؤال ثاني قال له شنو فائدة الصوم؟ فجاوب الرسول قال له ما من مؤمن يصوم شهر رمضان إلا وأوجب الله له 7 خصال، أولها يذوب الحرام من جسده، والثانية يقرب من رحمة الله، والثالثة يكون قد كفر من خطيئة أبيه آدم، والرابعة يهون عليه سكرات الموت، والخامسة أمن من الجوع والعطش يوم القيامة، والسادسة يعطيه الله براءة من النار، والسابعة يعطيه الله من طيبات الجنة. هسه هاي أنا حكيت الفوائد الدينية للصيام. تعالوا خلينا نشوف الفوائد العلمية للصيام شنو. الرسول قال صوموا لتصحوا. بعد ما بحثوا العلماء شافوا جسم الإنسان لازم يصوم، والصيام ظاهرة طبيعية لازم يقوم بها جسم الإنسان كل سنة. الصيام ينشط عملية البناء بجسم الإنسان. وأهم فوائد الصوم يعالج الأمراض اللي موجودة بالجسم، ويحمي الجسم من ارتفاع ضغط الدم، ويحميك من مرض السكر، بالإضافة إلى أنه الصوم يخفف من وزنك ويقلل الدهون اللي بجسمك.
يعني رجيم طبيعي كل سنة، ما يحتاج تسوي رجيم. والصيام يحسن صحة الفم والأسنان ويخليها تبني وتقوى أكثر، وهواي فوائد ما أقدر أذكرها لكم لأن كلش كبيرة والحلقة يمكن تطول 60 دقيقة يعني ساعة. أما بالنسبة للفطور فالرسول يقول إذا واحد راد يفطر خليه يفطر بتمرة، يعني أول ما تفطر لا تشرب مي، أكل تمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد أن يفطر راح يصير شيخ. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمر يفطر بالماء فإنه طهور. يعني أول ما بلش بتمراية وبعدين سوق على الأكل. إذا عجبتكم الحلقة سووا لها لايك، وإذا ما عجبتكم سووا لها ديسلايك، وسووا لايك على صفحتي على الفيسبوك تلقون رابطها لي جوا. ما عندي غير بس هاي الصفحة، غير صفحة أنا ما مسؤول عليها وما مسؤول إيش ينشرون عني، أنا ما علي غير بس بهاي الصفحة. ورمضان كريم عليكم مقدما.